أسعد الله حياتك. أسطورة الصحافة المصرية الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتاباته لا يمكن أن تشعر بالوقت. كتاباته كلها شيقة وممتعة ومتميزة، وأيضا هو حكاء ذكي جدا. طريقة الحكي عنده لا مثيل لها. هو اعتقل في سبتمبر سنة 81، وقعد في السجن 85 يوم. الحقيقة كتب الفترة دي كلها في كتابه العظيم خريف الغضب. بس أنا عايز أقول لك على موقف من ال 85 يوم اللي عاشهم في السجن. هو بيحكيها بتميز وتألق شديد جدا. بيقول إن هو لما راح سجن الاستقبال قابله مأمور السجن واستقبله استقبال كويس جدا، وقال له: يا فندم، أنا من قرائك وبحبك، وأنت طبعا عارف إن دي تعليق، مالناش إحنا علاقة بالسياسة. المهم إن هو قال له: طب أنا ممكن لو سيادتك تؤمر بأي حاجة؟ قال له: أنا عايز فنجان قهوة. قال له: معلش أنا آسف، ما أقدرش أنفذ سيادتك هذا الطلب الآن، لأن ما فيش أي تعليمات، وأنا ما أقدرش أنفذ هذا الطلب. وهو أقول أنا تقبلت هذا الموقف وأدركت إن دي التجربة يجب أن أمر بها. بس الحقيقة كتاب خريف الغضب كتاب مهم جدا.